هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. اللواء عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية سابقا وأصغر أعضاء المجلس العسكري المصري الحاكم في مصر ما بعد مبارك، هو أول الضباط المصريين الذين أعلنوا صراحة الحاجة إلى تغيير ثقافة قوات الأمن المصرية. في لقاءاته أعطى تأكيدات بأن هناك تعليمات بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وحماية المعتقلين من التعرض للمعاملة السيئة. قيل إنه يتحكم بسلوك أعضاء المجلس العسكري وعلى رأسه المشير طنطاوي. اللواء عبد الفتاح السيسي تهم كذلك بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وقيل إن بعض أفراد أسرته يرتدين النقاب، وهو ما دفع المجلس للتأكيد على أن ما قيل مجرد افتراء ومحض كذب. رقي بقرار من الرئيس المصري محمد مرسي إلى رتبة فريق أول ووزير للدفاع بعد إحالة المشير الطنطاوي إلى التقاعد. أمين حميدي، العربية. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا.